يبقى ده جول يتنسي. علي الى عرضيه الى كره ملعوبه مرت الى حسين. لا 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 التاسعة بتوقيت الاهلي وباقدام اجاييه، هدف تكمله المشوار اللي رجع الاهلي تاني للفوز بدوري ابطال افريقيا بعد غياب 7 سنين. جول بيلخص اهميه اجاييه في الحقبه دي من تاريخ الاهلي، لاعب مختلف وموهبه غريبه، هيروح على الخط ويتزنق وتحس ان الكره خلاص راحت، بس في لحظه هتلاقيه بيعدي 2 3 وانت مش فاهم هو بيعمل ايه. تحس وهو بيجري كده ان في حاجه غلط. ايه يا ابني البطء ده؟ ايه ده ثانيه واحده يا ابن اللعيبه، عديت كده ازاي؟ ده كان ملخص علاقتي باجاييه طول فتره لعبه في الاهلي من 2016 ل 2021. اهداف مؤثره في الزمالك والترجي والنجم وغيرهم كتير. جناح كل جمهور الاهلي حبه جدا، وثنائيه عظيمه اتكونت مع علي معلول. لكن مع الاسف الاصابات كتبت نهايه للحكايه، رغم انه كان لما بيرجع بيعمل لمحات ما تطلعش غير من جونيور اجاييه، لكن برضه ده ما كانش كفايه مع كل الاصابات اللي حصلت دي. عشان كده الاهلي بيستغنى عن ابو خالد في يناير 2022 بعد ما لعب مع الاهلي 161 ماتش، سجل فيهم 41 جول وصنع 30. وبعدها تقريبا مسيرته انتهت. ليبيا وبعدها سموحه، وكل ده من غير اي تاثير. الاصابات للاسف خلصت عليه، وحتى لما راح سموحه جات له اصابه قعدته سنه في البيت، وفسخ عقده معاهم في يناير اللي فات وراح النصر الليبي. لكن يفضل دايما جونيور اجاييه جناح محبب لقلب جمهور الاهلي.